ولقد اغتر كثير من الناس ممن هم سفهاء العقول ضلال الدين، اغتروا بما عليه هؤلاء الأعداء من القوة المادية، فصاروا يجاهلونهم ويتوددون إليهم، مع أن الله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومن هذا أي من التوبر لهؤلاء الأعداء الكفار أن بعض الناس يهنئ هؤلاء الكفار بأعيادهم الدينية التي يقيمونها على رأس سنتهم، وهذا حرام بالاتفاق. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه. فهذا والقول ابن القيم رحمه الله فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، أي أنه يخشى على من هنأهم بأعيادهم الدينية أن يخرج من الإسلام وهو لا يشعر. قال: فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس